ان اللي حبس ابراهيم سعيد هم بناته اللي حبسوه. والله ده ابراهيم السعيد اللي بيقول. ابراهيم سعيد بيقول لك انا اللي حبسوني ناس من دمي، ناس بيجروا في دمي، ناس انا دمهم ولحمهم، راحوا شهدوا في القضيه مع امهم ضد ابراهيم سعيد ان فعلا ابوه ما بيصرفش عليهم. معقوله يا جماعه؟ دي علامه من علامات الساعه. طب ازاي جالكوا قلب؟ ازاي جالكوا قلب تحبسوا ابوكوا؟ ازاي جالكوا قلب تناموا كده وابوكوا نايم بين 4 حيطان ونايم على بورش؟ ابراهيم سعيد طالع بيقول لك اي نعم انا كنت محبوس وكانوا موفرين لي الصراحه كل حاجه مشكورين، كان في ثلاجه وكنت بشرب شاي وبشرب نسكافيه وكنت باكل وبشرب وكان الناس جوه بيعاملوني كويس، بس اسمي محبوس بين 4 حيطان وبنام على بورش. جالكوا قلب تحبسوا ابوكوا؟ ده حتى لو كان ما بيصرفش عليكم، مع ان ده محدش يصدقها. مفيش اب مهما حصل بيهون عليه ولاده، خصوصا لما يكونوا بنات. انت واحدة 20 سنة، واحدة 21 سنة، يعني افتكروا اللي هو رباكوا لحد ما بقيتوا انسات. افتكروا يوم انتوا هتتجوزوا ازاي؟ يجيلكوا عرسان ازاي؟ اول واحد مثلا يجي يتقدم لكم امه او ابوه، ابو العريس ولا امه العريس، هتقول له يا ابني انت هتناسب مين؟ دول حبس ابوهم. دي الكلمه اللي هتتقال. اهل العريس هيقولوا اوعى تقرب. هيقول لهم ليه يا بابا، ليه يا ماما، انا بحبها. هيقولوا له بتحب ايه؟ بلا حب بلا قرف. دول حبس ابوهم، نيموا ابوهم 4 اشهر على البرش. ابوهم ما صعبش عليهم. انت ممكن في يوم من الايام لو ارتبطت بيهم وتخلف منها حته عيل ولا حته عيله تحبسك انت كمان. ليه؟ طبعها كده بيجري في دمها. اذا كانت حبست ابوها ما بصيتوش للنقطه ديت؟ اما انتوا تحبسوا ابوكوا انتوا كده بتضروا نفسكم في المستقبل. ما بصيتوش للنقطه ديت؟ ده ابوكوا يا جماعه. ده ربنا بيقول وبالوالدين احسانا. تحبسوه حتى لو كانت في خلافات بينكم، ما توصلش للحبس حتى لو كان ما بيصرفش عليكم. مع ان الراجل طلع وقال لك انا كنت بجيب لهم احسن لبس بس، وكنت باكلهم احسن اكل، وكنت ببعت مصاريف لستهم، كانت تتصل بيا ولادك عايزين مصاريف، حاضر، كان يبعت لها مع حد من زمايله. نفترض يا عم الراجل مثلا نقول الكلام ده ما حصلش وهو بيفتري عليكم، قولوا حسبي الله ونعم الوكيل. ده ربنا بيخلص. قولوا حسبي الله ونعم الوكيل. انما تحبسوا ابوكوا 4 اشهر، تقعدوه في الحبس 4 اشهر، ما صعبش عليكم؟ مفيش قلب؟ قسما بالله انا وانا بسمع ابراهيم سعيد وهو مطلع الفيديو، يمين بالله صعب عليا. لو اي انسان يعني ما عندوش قلب هيصعب عليه. عارف لو ابراهيم سعيد اتحبس من اي حد مش هيزعل، انما اتحبس من اقرب الناس ليه، اتحبس من الناس اللي يعتبروا دمه ولحمه، اتحبس من الناس اللي هم يعتبروا لحم كتافهم من خير ابوهم، سواء رجعوا او ما رجعوش، سواء قبلوا او ما قبلوش، لحم كتافكم من خير ابوكم. واللي ما بيعترفش بكده ما بيبقاش بني ادم. مهما ابوك كان وحش معاك، مهما امك كانت وحشه معاك، اعرف كده ان هم ربوك وانت لسه في اللفه، على الرغم ان هم وحشين معاك، على الرغم مثلا نفترض ان هو يا ستي ما بيصرفش عليكم، انت انسه تشتغلي بس ما تحبسيش ابوكي، ما بيصرفش عليكي، صلي واسجدي وقولي حسبي الله ونعم الوكيل، هتلاقي ربك بيخلص. اصل خلي بالك الفلوس مش كل حاجه. الفلوس ما ياما ناس كتير معاها فلوس وما تهنتش بيها، وجالهم مرض وماتوا وما تهنوش بفلوسهم. اوعى تفتكري اما انت مثلا حد ظالمك تقولي حسبي الله ونعم الوكيل ربنا مش هيجيب لك حق. لا، هيجيب لك حق. وهو برضو دلوقتي على حسب كلامه هو بيقول لك انا مظلوم، اتظلمت، انا كنت بصرف على اولادي بس مش معقول كل مليم بصرفه على اولادي اقول لهم معلش يا جماعه ورقه بس امضوا عليها كده ان انا صرفت عليكم. استحاله يعمل كده. اي اب بيصرف مليم على اولاده يقول له معلش ورقه وقلم كده امضي لي ان انا صرفت عليك؟ مفيش حد بيعمل كده. مفيش حد استحاله مثلا جاب لبس لعياله ولا دخلهم مصاريف مدرسه. ده حكى قصه ان بنته كانت في المستشفى بتعمل عمليه المراره، مراته اللي هي ام بناته كانت عايزه توديهم مستشفى حكومه، قال لها لا، انا ولادي يتعالجوا في احسن مستشفى. دخلها مستشفى في التجمع الخامس. لو هو بيقول الكلام ده كده اطلعوا كدبوه. الراجل حكى قال لك صرفت عليها في 5 ايام 70,000 جنيه.
مش معقوله مثلا واقف في اوضه العمليات بعد ما عملت العمليه اقول لها الحمد لله على السلامه، ممكن تمدي لي بس على ورقه اللي انا صرفت عليك 70,000 جنيه؟ استحاله. فرفعوا عليه قضيه ان هو ما بيصرفش قدام القاضي، وجابوا شهود ان هو ما بيصرفش عليهم. يا جماعه انا بصرف، والراجل بيحلف صرفت كذا وكذا. قال لك لا، احنا بنعترف بانذار العرض، تعمل لهم انذار عرض على يد محضر نفقه، ده اللي احنا معترفين بيه. طب اللي انا صرفته قال لك مش محسوب. تحبسوا ابوكوا مهما كان، تحبسوا الراجل 4 اشهر. استرجع واقول لكم، لو هو مظلوم ربنا هيجيب له حقه، ولو هو فعلا ظلمكم قولوا حسبي الله ونعم الوكيل. انما ما كانش صح ان انتوا تحبسوه، لان ده برضه هيعود عليكم في المستقبل. افتكروا ان انتوا برضه المفروض هيجي لكم عرسان تتقدم لكم، اول كلمه اهل العريس هيقول له ارجع، هيقول لهم ارجع ابعد. طب ليه يا جماعه؟ يقول لك يا ابني دول حبس ابوهم، انت تقرب منهم ازاي؟ ابعد يا ابني بدل ما يعملوا معاك زي ما عملوا